السلام عليكم، دوام الله. شلون الصحة الأحوال؟ شلونكم؟ شلون الصحة؟ أبو علوش؟ حبيبي أبو علوش. زين بخير. يلا أبو علوش العراقي ليش يغلطون عليك؟ ليش يسبونه؟ هاي كل قوتك؟ حبيبي علاوي تعال. تعال علاوي تعال شوف الصبايا وتعال شوف الشباب. شلونك علاوي؟ هلا ابو علوش شلون الغالي، صحتك؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ هنا يرتاح النفس مالتي. حبيبي ابو علوش الغالي. ازل شوف علاوي شوفوا هذا ابو اللي طلع لامريكا وبقى يمي. هذا شلش هذول خطيعتهم محل مال خضروات. شوف الطماطم اللي يبيعونها. هاي الطماطم ما اعرف بالعراق صارت ايش قد ب 2000. هاي الطماطم لزل تاكلها طماطم ازل نعل على ابليس. شو سويتي؟ وهاي الباذنجان لزل. كلها لزت، كلها لزت. ما عندكم كلمة تقدموها للمتابعين والمتابعات؟ هلا حبيبي. علاوي تعال. ابو علوش الغالي، شو اخبارك؟ الحمد لله. علاوي انصحهم قول محمد شنو مأذيكم؟ محمد ما مأذي اي واحد، محمد زين ويا العالم، محمد يخلى على الراس، محمد ما عنده ذي ويا العالم، بس العالم تغلط علي عبالهم مشمشني عبالهم سالفه مو زينه. تفضل ببيتي، تعال يا زاير ببيتي، شو تريد ببيتي يا زاير، بس انتم ما تجون وياه. شو نسوي لكم؟ يلا نعوفهم على راحتهم ابو علوش. اوكي سمعتوا الوصف مال كشكشني مشمشني؟ يعني تفضل وياي زاير واكل وتتغدى وتسبح وتتعشى. بس استغرب استغراب شديد وجدا عميق من اشوف شخص. اوكي انا لازم اوقف التصوير لان استغراب شديد من يجينا واحد يقول لي انت شنو معنى كشكشني مشمشني؟ شوفوا بابا، شوفوا اعزائي اللي جاي تتابعني على اليوتيوب، انا الفيسبوك راح اتركه بدون اي مشاكل لان ما احب اصير ضجه. واغلب اصدقائي واغلب البنات اللي عندي جاي يشاهدني تقول لي محمد هذا الموضوع صار بيه ضجه جدا قويه على مواقع التواصل الاجتماعي وصارت ضجه يعني جدا عميقه. شوفوا كشكشني مشمشني يعني تفضل وياي يا زاير. انا ما استهزئ ولا عندي سخريه ولا عندي عنصريه ولا تطرف. كشكشني مشمشني يعني تتفضل وياي تتغدى يا زاير وتسبح وتتعشى وتتريق وتبات وتكنك بارقى تكنيك $100 ورقه. اوكي هاي معنى كشكشني مشمشني. فالبعض يعني رفع هاشتاجات، البعض يعني سوى ضجه ما اعرف ايش بدون سبب. انتم لا تستطيعون هزم ابو علوش. ابو علوش انا ابن العراق، ابن هذا البلد. انا ابن الامام الحسين ابن علي بن ابي طالب. انا رافض الشيعي، من حقي اذا اضوج، من حقي اذا اغضب. احنا اللي خدمنا الحسين. وهاي شوارعنا شوفوها، هاي شوارعنا اذا دخلت اهل البصره، اذا دخلت المواقفهم نستقبلهم باحترام بكل تواضع بكل اخلاق. احنا ما خدمنا الحسين لاجل الشهره، ما خدمنا الحسين لاجل مصلحتنا الشخصيه. خدمنا الحسين على فطرتنا، على محبتنا إله. الحسين ضحى بكل ما يملك في سبيل هذا المجتمع اللي ما يعرف احلامه وين راح تصير. الحسين ضحى باطفاله باعياله. اني على كلمه كشكشني مشمشني ضجت المواقع التواصل الاجتماعي باكمله. يعني توقعوا الباح الواتساب ما وقف عندي الا هو وال10 الصبح حاليا. ليش؟ على شنو؟ تسبوني على شنو؟ تسبون اطفالي على شنو؟ انا شنو اللي سويته؟ انا كلمه واحده قلتها بحق امير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. والبعض يستغرب من الفطره السليمه. يا ناس يا عالم انا انسان فقير. اوكي وانتم اللي سبيتوني وانتم اللي ذميتوني سلمتكم بيد علي بن ابي طالب وهو اللي ياخذ حقه من عندكم. لان انتم اللي ما اقدر احكي. انا الصراحه الدمع بعيني ما اقدر احكي. لان هذا الموضوع اذا اتعمق به ابكي على علي، ابكي على ابن الحسين، ابكي على ابنه ابي الفضل العباس. لذلك سلمتكم بيد الفحول، سلمتكم بيد علي بن ابي طالب. هو اللي ياخذ حقه من عندكم وهو اللي يظهر النتيجه اذا انا غلطان ويا اهل البيت سلام الله تعالى عليه. ولبيك يا حسين، لبيك يا حسين. ولا تستطيعون هزم ابو علوش بن العراق اللي تقصيته بفنلندا وفي اليابان وفي الصين. نعم لبيك يا حسين. وستعلمون من هو ابو علوش بن العراق، وستعلمون ما هي الفطره السليمه التي جعلها الحسين
في داخل قلبي وفي داخل قلب أصدقائي الحسينيون في داخل ولاية قرمة بني سعيد. نعم، إنه الحسين ابن علي، إنه علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه، قال باب خيبر: الحق مع علي وعلي مع الحق. لبيك يا علي، ويا علي نخيتك والحاجة مالتي يمك، ما أحتاج أي عراقي يقيمني وما أحتاج أي عراقي يوصل لقلبي. لبيك يا حبيبي يا علي، لبيك يا حبيبي يا علي. والآن من داخل ولاية قرمة بني سعيد أهتف وأقول: لبيك يا علي، لبيك يا عباس، لبيك يا حسين. ولن يهزم أبو علوش بن العراق مهما تكون النتائج. نعم، سأظهر الحقيقة بين كربلاء، بين الحرمين، بين العباس والحسين، وعندها سيعلمون النواصب من هو أبو علوش ولماذا طلق كشكشني مشمشني. طلقتها من كل أعماق قلبي لأجل زوار الحسين، لأن تعرفون زوار الحسين إذا ما كلمة منا وضحكة وسالفة ما يجونك لبيتك وياكلون عندك. لبيك يا حسين. وما أقدر أصور لأن صارت ضجة، وخاف أصور يقولون هاي سجلات نسوان أو بنات، أنا ما عندي هذا الشيء. لبيك يا علي. وترقبوا الإسناد 2019 راح يكون ناري. لبيك.